استقبل والد الملثم ووالدة الملثم خبر ارتقاء حذيفة؟ والله استقبلناه بعزة وافتخار. افتخرنا بهذا الرجل الذي قضى ما يقرب من 20 سنة من عمره في هذا الطريق الصعب الذي نهايته ستكون شهادة، ويتخذ منكم شهداء. ربنا سبحانه وتعالى قال: ونحن نفتخر أنه ذهب إلى خالق كريم شهيدا مرفوع الرأس. يعني نشر الله سبحانه وتعالى له ذكره في الدنيا بشكل واسع جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الآخرة في الملأ الأعلى، ويكون ذكره عال في الملأ الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله. طيب حاج، السؤال الثاني اللي بيسأله الناس دائما اللي هو ما سر القبول يعني في حذيفة؟ سر يعني تلهف الناس وانتظار الناس لخطاب حذيفة. هل في سر أنت لاحظته من يعني منذ صغر حذيفة يعني فكان له القبول عند الناس لهذا السبب؟ والله كان يعني من صغره يعني كان محافظا على الآداب والأخلاق، محافظا على الدين، محافظا على الصلاة. هذا كان يرافقني هو وأخوه الأكبر إلى المسجد صلاة الفجر، وهو يعني في عمر 5 أو 6 من عمره. ربوا على موائد القرآن، يستمعوا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون سيرة الأنبياء وسير الصحابة الكرام، فنشأوا على هذا الأمر من نعومة أظافرهم. وكان هو يعني مميزا بين يعني إخوته في هذا المجال، محبا للفقراء، عطوفا على المحتاجين، متواضعا في نفسه، محبوبا من أقرانه ومن زملائه. فهذا يعني الأمر يعني أدى إلى أنه يتقدم في هذا المجال. عندما كبر في العمر وأصبح شابا فتيا وتزوج، أعطاه الله من البنين والبنات. كان أيضا هو يربي أبناءه على نفس الطريق، حتى يعني أنهم يعني حافظوا القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين، وهم في صغر سنهم. وهذا يعني أثلج صدورنا جميعا، ساروا على نفس الدرب الذي سار عليه أبوهم يعني، وهذا فضل من الله ومنه. بارك الله فيك. ويعني حذيفة ما هو إلا ثمرة من تربيتك وتربية أمي الغالية الحبيبة. أسأل الله العلي القدير أن يكون في ميزان حسناتكم، ويعني كل إن شاء الله حرف ذكره حذيفة إن شاء الله في موازين حسناتكم، وكل عمل حذيفة إن شاء الله في موازين حسناتكم. يعني الحمد لله على هذا الاصطفاء، وهذا شرف عظيم. هنيئا لكم. الله يبارك فيك، الله يجزيك.